الكراغلة ومتلازمة السبان. السلام عليكم، معكم سعاد، وهذا فيديو جديد ولكن ما عنده علاقة بداك الشيء اللي كندوي فيه، لان هذا تحليل نفسي. المهم بما انه اليوم السبت الشتا والبرد ما عندي ميدار، فقررت ندير واحد الدراسة نفسية بناء على التعليقات ديال الكراغلة في كاع لي بلاتفورم. لقيت ان عندهم ابار انهم مازوخيين، عندهم متلازمه ستوكهولم وكيموتوا في جلادهم، عندهم متلازمه اخرى سميتها متلازمه السبان. الكرغولي تكون كيدوي في علم الفضاء غيدخل يسبك، ما جابدوش اصلا غيدخل يسبك، كدوي على حاجه داخليه ديالك سواء المغرب ولا غيره غيدخل يسبك. تجي تناقش معاه زعما تعتبروا انسان عاقل كامل الوعي وداكشي راه ما خداماش، غيسبك، كون على يقين غيسبك، لانه مع التنفس الاول ديالو في الحياه، مع اول رشفه ديال الاكسجين، عطاوه كوليكسيون ديال السبان، عطاوه واحد المعجم ديال السبان. فالكرغولي كيسبغ من السنطه لتحت، هذه اولا. ثانيا حنا عارفين انهم ملقطين، عندهم ازمه هويه وداك الشيء، وحتى هذوك اللي عارفين جدودهم راكم عارفين جماجم جدودهم كاينين في فرنسا ب7 اورو تدخل تشوف الجماجم اللي كيقولوا عليهم الطبات حاشاكم. يعني حتى الدماغ، حنا عارفين الدماغ كاين في الجمجمه، هما جماجمهم برا، اذا هما بلا دماغ. ديك الماده الرماديه عندهم غامله، ميت فيها شي حمار تمايا بدا كيتحلل ولا شي حاجه. تجي تناقش معاه بالتاريخ ولا بالارقام اللي معترف بها، ما كيعترفش هو بداك الشيء، هو كيعترف بارقام ديال عمي تبون المغبون والخرطي ديال شندريحه، وحنا عارفين شندريحه راه داز واحد الجلسه ديال القرعانه عندنا في المغرب. فهذا راه ماشي موضوع محدد، اقسم لكم بالله الجزائري عنده هنا يا بصله بيريميت قشيره خامجه شي حاجه بحال هكا. فراه انا ما كناخذهمش على محمل الجد، تعليقاتهم والله ما كناخذها على محمل الجد، والله لا مطلعها بهم. فنداء للكراغله، راه واخا تتسبوا وتعايروا، اقسم لكم بالله الا دايرين لكم نكته، هاكم مونطيو خذوا براحتكم، فرغوا داك الضغط النفسي اللي ما تقدوش تفرغوه في بلادكم. اما تسحبكم تعليقاتكم كتاثر فينا راه والو. المهم دوزوا بخير، والله يرد بكم. نسيت، تا ربي ما غيردش بكم، خلقكم باش نشبعوا عليكم ضحكه 10 في عقل. السلام عليكم.